قال إيه، جوزي بيلوم عليّا وبيقول لي على طول عمّالة تعملي لي أكل مطاعم، أكل مطاعم عشان ولادِك وناسياني كده إن أنا باحب الحاجات المسبِّكة، الطبيخ مع الرز كده الأبيض. قُلت يا خبر! لأ، أنا لازمًا أعمل لك كده أكلة تحفة. تاكل صوابعك وراها مع الرز الأبيض شوية بامية باللحمة حاجة كده وهم بتكات وحركات إن شاء الله تنال إعجابكم. تعالوا نسمي بالله ونصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونزلت على طول جبت اللحمة وجبت كمان كيلو بامية. البامية ب45. اكتبولي في الكومنتات بقى البامية عندكم بكام. بجيب كده الحجم اللي هو الصغير بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، انا نقيتهم باميايه باميايه عشان الغالي طبعا. بصوا بوريكم هنا كده البامية، هنجيب بولة تانية ونبتدي ننضف البامية كده اهي مع اللحمة، وفي الوقت ده كنت حاطة المية بتاع سليق اللحمة. ونبتدي انضف وانا واقفة على طول كده، هنضف كده الشعيرات او اللي هي بتاعت العلق بتاعت البامية دي، عشان لما اجي امعها تبقى نظيفة وزي الفل وتتأمع معايا بسرعة، عشان بقى ما تزلقش منك وتعمل بقى ايه المادة اللزجة اللي انتوا مش بتعجبكوا ده. امشي معايا بقى خطوة خطوة عشان مش هخليكي تشوفيها خالص. اهو لو انت اول مرة بقى تشوفي قناتي حلو لايك حلو كده لدودو او كل الشوايب اللي انا قلتلكوا عليها او الشعيرات، او مش عارفة بتسمى ايه بصراحة. غسلتها غسلة متينة 3 4 مرات كده. وتعالوا بقى للحمة، نزلتها كده، اديت لها غلوة وشلت طبعا الريم، وبعد كده نزلت بقى بحبهان روزماري، عودين من القرنفل، وكام ورقة من اللورة، وكمان قرن فلفل سبايسي كده. وهنا ببهر بقى عندي الشوربة 7 بهارات: كمون، فلفل اسود، كزبرة، البهارات اللي موجودة عندك ضيفيها. اديلها تقليبة واغطيها واسيبها على نار هادية. سيبي اللحمة على نار هادية تستوي معاكي على طول حتى لو كانت كبيرة. سِبت هنا بقى كده البامية بتاعتي لمّا اتصفّت خالص، وكان عندي مشوار كمان عملته ورجعت بقى للبامية بتاعتي. اتصفّت ونشفت خالص، بابتدي أقمّعها كده من فوق بسمبوكسة كده أو بزاوية زي ما أنتم شايفين كده. باقطع الجزء اللي لتحت، وكمان مش باقطعها بقى لأ، أنا بُصّوا باقشّرها كده بوردة لفوق. ده الطريقة الصحيحة تقميع البامية. هنا إيه حلوين، طبعًا الكلام ده لبناتنا الحلوين اللي لسه بيدخلوا المطبخ. أنا عارفة إن كلكم ستات بيوت وشاطرين وزي الفل وأحسن مني مليون مرة. هابتدي كمان الكبيرة شوية بابتدي أديها بصوا شقة صغيرة كده من فوق. هأمّع بقى كل الكمية دي، أروح أقعد كده لإن زي ما قُلت لكم أنا جاية من مشوار وأهو فمهدود حيلي بصراحة. خلّصت هنا البامية، وكمان جهّزت بصلاية حلوة كده مفرومة مع قرن فلفل، وضربت كمان شفشق طماطم، وجهّزت التوم بتاعي. وتعالوا بقى على البوتاجاز. هنا بقى لو عندِك كام قطعة من الليّة، اقطعي كام حتّة كده من الليّة على صينية، أو أنا قُلت بصراحة الصينية عشان ما نغرفش ونعمل ونحطها كلّها كده على الترابيزة. ونزلت كمان بمعلقة سمنة، وبعد كده بتنزلي بقى بالبصلاية الوسط عليها قرن فلفل حامي لو أنتِ بتحبي الحاجة spicy. هندبّلهم بس، مش هنحمّرهم، هندبّلهم بس، وبعد كده هانزل باللحمة. اللحمة عندي كده كانت خلاص دخلت في السِوَى، طبعًا لا حطّيت ملح للشوربة ولا أي حاجة. هنبهّرها مع بعض وهنملّحها وهتبقى زي الفل دلوقتي. هنقلّبها كويس كده مع البصلة عشان تاخد طعم كده البصل الجميل، تاخد اللون ده معايا. هابتدي هنا هانزل بمعلقة حلوة كده كبيرة من التوم، يعني قولي راس تومة حلوة كده. أنا عندي هنا كده التوم أنا مفرّزاه أهو، توم على فلفل أخضر. وابتدي برضه هاقلّب، وهنا بقى شِمّي الريحة، يا نهار أبيض على الجمال! بُصّوا أهو، لسه ما حطّيناش حاجة، بس التوم بقى كده مع اللحمة مع البصل بتودّيكِ في دنيا تانية. وهنبتدي هنا ننزل بالبامية. طبعًا أنا عملت نُص كمية البامية والنُص التاني باقمّعه وأعينه في الفريزر لوقت تاني، يبقى جاهز معايا، مش باستخدم الكيلو كُلّه.
هابتدي برضه هادّي تشويحة حلوة كده وتقليبة حلوة للبامية مع التوم مع اللي عايزة كلّه ياخد من طعم بعضه، وفي الوقت ده وأنا واقفة باقلّب كده في اللحمة والبامية كنت صفّيت الطماطم، صفّيها هتدّي معاك نتيجة حلوة أوي. هانزل أهو كنت صفّيتهم بقى من الشفشق، ما فيهاش بقى لا جلد ولا بذر خالص. ندّي تقليبة وبهّري بقى كمون، الكزبرة، فلفل أسود، تبقى معاكِ زي العسل. وكمان نُص معلقة من البابريكا، وطبعًا ضبّطي الملح. أهي دي بابريكا، عايزة تضيفي شطة بس إحنا ضايفين قرن فلفل spicy فمش محتاج إن إحنا نضيف شطة تاني. ندّي تقليبة بقى، شُفتوا جمال عايزة أقول لكم فعلًا الجمال عدّى الكلام، في ناس بتعشق البامية بتعشقها عشق. إن شاء الله سعرها ينزل شوية وبعد كده نفرّزها مع بعض، نشيلها بقى من السَنة للسَنة. اتسبكت معايا كده نبتدي نزوّد الشوربة، باحب أصفّي الشوربة لإن الشوربة فيها بقى بهارات وكمان البصل والطماطم وكده، فهنبتدي نصفّي الكلام ده كلّه، وغطّيتها وقُلنا نعمل بقى شوية رُز كده على الرايق، رُز أبيض، انزلي بزيت وزبدة أو زيت وسمنة تخلّيهم يسخنوا جامد، وبعد كده تسمّي بالله وتنزلي كده بكمية يعني قولي ربع كيلو كده من الرُز الأول. تدّي لهم تقليبتين 3، 5 كده، وبعد كده تبتدي تنزلي بكمية الرز اللي عندِك، يبقى مفلفل وبيلمع معاكِ وزي الفل، رُزّاية من رُزّاية زي ما شُفتوا. هاعمل النهارده رُز كده رُز أبيض عشان لايق أوي على البامية الرُز الأبيض. هنبتدي هنا برضه هنضيف ملح لإن الشوربة عندي ما فيهاش ملح، وسِنّة صغيّرة بقى من الكمون، عايزة أقول لِك هتودّي لِك طعم الرز في حتّة تانية خالص. طبعًا الرز بننقّيه وبعد كده بنغسله ونصفّيه وبعد كده آآ بعد كده بنستخدمه يعني. برضه باحب أصفّي زي ما قُلت الشوربة، بُصّوا عشان البصل بقى والطماطم وكل الكلام ده كلّه. وهنشوف كمان معيار الشوربة بتاعنا هيبقى عامل إزاي. أهو الروزماري لو عندِك بيدّي طعم حلو جدًا، جدًا للشوربة، لو ما عندكيش ما فيش مشكلة خالص. هنصفّي كده عندنا الشوربة وندّي تقليبة، لازمًا الشوربة عندِك أو المَيّة تكون بتغلي، بُصّي تحطّي المعلقة كده ما تتحرّكش أو عقلة صباع فوق الرز وتهدّي عليه وتسيبيه لمدة تِلت ساعة وما شاء الله اتفرّجي على الجمال. اللهم بارك رُزّاية من رُزّاية ومستوي وزي العسل، طعمه حلو جدًا والسر في حبّة الكمون الصغيّرين اللي أنتِ بتضيفيهم. تعالي نشوف بقى البامية بتاعتنا كمان ما شاء الله اللهم بارك استوت وزي العسل، كلّه خَد من قلب بعضه كده والبامية ما اتهرتش معايا، هي واحدة من واحدة ومستوية وزي العسل. جرّبي بقى طريقتي في البامية هتعجبِك جدًا، ولو أنتِ بتعمليها بطريقة تانية اكتبيها لي برضه في الكومنتات وأنا أجرّبها وإن شاء الله ربنا يحسن ما بين إيديّا وإيديكم. هنقدّم بقى كده يا وعدي على الجمال، عايزة كلّه في الكومنتات يكتب تسلم إيدِك يا دودو، ما شاء الله، زي ما باقول لكم الأكلة دي في القلب. كل اللي بيحب البامية وبيعشقها زيي يكتب لي في الكومنتات. سلام عليكم.